حبيباتي عدنا والعود أحمد ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. يا صباح الفل، يا صباح النور، صباح الخبز في التنور. روتين النشاط والإنجاز وكلام مهم لست الكل. روتيني روتين مسائي هربا من الحر، من بعد العصر لحد الساعة 9 جهزت وأنجزت. وبدأنا روتيننا يا بنات بالملابس، وابدأي بالغسيل. ابدأي بالملابس يا بنات، حتى لو هتعزلي الهدوم عن بعضها، اعزلي الهدوم اللي هيتغسل، الأبيض، الألوان، أطفال، هدومك وهدوم زوجك، اعزليهم حتى لو مش هتقدري تبدأي في الغسيل، وابدأي من الصبح. وابدأي دلوقتي ادخلي معايا على ايه، على المطبخ. لازم المطبخ يبات زي الفل بإذن الله. الله المستعان. بدأنا طبعا بالبوتاجاز. يا بنات ابدأي في الحاجة اللي لو قعدت مش هتتعمل، يعني انت المواعين لازم تتعمل، لازم تتغسل، هتبدأي فيها بإذن الواحد الأحد، هتغسليها. ما ينفعش ما تسيبي مواعين. انت بدأتي تغسلي فيها تغسليها، لكن ممكن تسيبي البوتاجاز، ممكن تسيبي أرضية المطبخ، ممكن تسيبي الرخامة. لا يا بنات، ابدأي بقى باللي ممكن نسيبه. ابدأي بالبوتاجاز، ابدأي بالحوض، ابدأي. بعد ما تخلصي ان شاء الله هوريكي انا عملت ايه. انا اول حاجه بدأت بالبوتاجاز، ودخلت خدت البوتاجاز حته حته، الله المستعان. وفي اثناء يا بنات ما انا بشتغل في التنظيف بتاع البوتاجاز وتنظيف المطبخ، هكلمكم يا بنات عن رحلة الادخار وازاي انها رحلة ممتعة. ويا ريت لو كنت عرفت بيها من بدري، كان بدأتها من بدري. انا فيها بس من فترة مش بعيدة قوي، بس تمنيت لو كنت اعرفها من قبل كده. مبدئيا يا ست الكل، التوفير مش حرمان والادخار مش حرمان. ربنا يزيدني ويزيدك من خير سيدك. التوفير ده حرص من تقلبات الزمن. إذا كانت القلوب بتتقلب فما بالك بالزمن والناس الماء. لازم يبقى لك ادخار، لازم يبقى لك سند، لازم يبقى لك قرشك ده هو اللي هيصونك، هو اللي هيسندك بعد ربنا. ونبدأ يا بنات في رحلة الادخار. يا بنات عشان تبدأي في الادخار وعشان تبدأي تحوشي، امشي على 3 خطوات رئيسية في حياتك. أول خطوة يا بنات، أي مبلغ من المال بيدخل جيبي بكتبه واحسبه وفلتره ل3 فلاتر. أول حاجة الالتزامات لازم تدفع، لازم تدفع. وأول حاجة لازم تدفع هي الصدقة. التزام الصدقة، اجعلي الصدقة التزام في حياتك، سواء شهريا سواء أسبوعيا سواء إن قدرك الله يوميا. الصدقة يا بنات ما نقص مال من صدقة، والصدقة هي اللي هتزيدك، هي اللي هتزيد فلوسك. تاني شيء، كل واحدة مننا عارفة التزاماتها طبعا. الديون دي التزام، الحاجات اللي ما ينفعش أجلها، فواتير وخلافه. تاني شيء يا بنات النفقات. اكتبي أنا عندي التزامات كذا وعندي نفقات كذا. النفقات دي اللي بنوديها في المأكل والمشرب والكماليات. وتالت بند وأهم بند اللي هو أنا هكلمك فيه دلوقتي اللي هو الادخار. امشي يا بنات بمبدأ ادفع لنفسك أولا، وده مش كلامي، ده كلام علماء في المالية وإدارة المال. ادفع لنفسك أولا، وده مش معناه إن كل اللي نفسي فيه أجيبه، لأ، أنا كده بدفع لغيري. ادفع لنفسك أولا يعني أدخر وأوفر وأحوش لنفسي جزء من اللي بيدخلني. ويا ست الكل، لو كنت عاملة أو غير عاملة لازم تحوشي لنفسك، لازم تدخري لنفسك. إذا كنت عاملة فوجهة نظري أقل من 30%، لازم أقل شيء 30% من اللي داخلك لازم تدخريه لنفسك، ولا تعلمي به أحد، لا زوج ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا أي حد، ولا أنت أساسا تكلمي فيه نفسك. ده ادخار على المدى البعيد. كل ما يكون مبلغ تستثمريه أو تحطي المبلغ ده في ذهب، وبعد ذلك تحوليه لاستثمار. ده إذا كنت موظفة. ولازم تعلي ليفل الطموح عندك، لازم يكون عندك طموح وهدف، مش تعيشي سبهللة. لازم يكون عندك هدف، لازم تحطي هدف لنفسك إذا كنت مرأة عاملة بالذات.
لازم يا بنات تعملي حاجة لنفسك انتي، تعملي حاجة لنفسك انتي. الزمن مش مضمون، الإنسان مش مضمون. وإذا كنتي مرأة غير عاملة برضو في البيت ربة منزل، لازم برضو تدخري لنفسك أي مبلغ. أم تاخدي مصروف يومي، مصروف أسبوعي، ادخري منه ولو جزء صغير خالص ليكي انتي، ولا تعلمي به أحد. ده حقك انتي، انتي اللي بتتعبي وانتي اللي بتشقي وانتي اللي شايلة البيت. الادخار يا بنات علم وفن، لازم تتعلميه، تقرأي عنه وتسمعي عنه. لازم تعودي نفسك على الادخار. لازم يا بنات تحبي نفسك. أيوة احنا بنضحي عشان غيرنا، بس لازم يا بنات تحبي نفسك وتدخري لها جزء. مش حرام لما أكبر أجيب حد يخدمني بفلوسي. مش حرام لما أكبر أجيب حد، أروح أعمل عمرة، أروح أعمل حج، يبقى معايا فلوسي. مش عيب لما أعمل حساب إني ممكن مرض، ممكن لا قدر الله شيء تاني، لا قدر الله. لازم أعمل حساب ذلك. تالت خطوة يا بنات في الادخار، إنك عشان تعملي فلوس لازم تطوري من نفسك. لازم يكون عندك موهبة، أو لو عندك موهبة لازم تحوليها لهدف يجيب لك دخل مادي. والله يا بنات أنا اشتغلت في التدريس، واديت دروس، وعملت حضانة وفتحت حضانة، وبقى عندي دخل ما شاء الله، كان بسم الله ما شاء الله كبير. وده بسبب حاجة واحدة بس، إني كنت بحب اللغة الإنجليزية ولا زلت أحب اللغة الإنجليزية. طورت نفسي فيها واهتميت بيها ودرستها. دلوقتي بدرس لأبنائي اللغة الإنجليزية، والحمد لله. يعني مش عيب إنك تشوفي أنت بتحبي إيه. خياطة، تحبي أي شيء ادخلي فيه. وندخل بقى، معلش يا بنات هبطل شوية عن الادخار وأكلمكم عن المخروطة. المخروطة دي العشق بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا بنات دي أكلة من أكلات الزمن الجميل، دي بتفكرني بتراثنا الجميل، ولأني أنا أصولي ليبية. فأكلة المخروطة دي يعني من تراث أجدادي. هي بنات عبارة عن دقيق بمية وتتعجن. وتبقى العجينة بتاعتها أنا كاتبة يابسة، اللي هي ناشفة شوية، يعني مش طرية خالص، يعني تبقى ناشفة ماسكة نفسها. ممكن تتعمل على مكنة الشعرية دي، وممكن أنا بعملها على إيدي. أنا عندي المكنة ولكن بعملها على إيدي. بتفكرني بأمي، وبتفكرني لما كنا بنعملها، واللمة بتاعتها والفرحة كنا بنحبها يعني واحنا أطفال. ولا زال أولادي يعني سبحان الله بحسها فيهم، فرحة في عينيهم لما يدخلوا من بره يلاقوني بعملها. المخروطة بسيطة جدا. ديني عجنتها بمية وشوية ملح، ومية تكون بسيطة يا بنات. وشوفي الدقيق بتاعك هياخد قد ايه، وتحطي اللبن بتاعك على النار. وانت بتجهزي فيها بقى، اول ما تعجنيها ما تسيبيهاش ترتاح، لان لو سبتها ترتاح العجينة هتفرد منك. فاشتغلي فيها على طول. طبعا مش انا بسميها النشابة، مش عارفة. النشابة تقريبا في مصر بقى بتسموها ايه، الله اعلم. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنفردها، وبعد ما نفرد العجينة بنلفها ونقطعها، سهلة جدا. ممكن تعمليها يا بنات لو عندك حلة بخار، الحلة بتاع البخار دي بنستخدمها برضو فيها يعني. بس ايه، هتحطي المية، البخار يعني يعمل بخار، وتحطي عليه المخروطة دي. وهتحاولي انك ايه ترقق الخرطة شوية، يعني تصغقي ده، يعني تبقى هي رفيعة شوية، مش تخينة، لا رفيعة خالص. وتحطيها بقى في حلة البخار دي بقى، وتتاكل بسكر وعسل. جميلة برضو. يعني ممكن اقول لك يعني شبه الاندومي، بس الاندومي رفيع قوي وضار طبعا، لكن دي بسم الله ما شاء الله طعمها جميل يا بنات، جميل خالص. انا عملتها للولاد كانوا جعانين، فانا عملت دي يعني سدة عشاء، على تصبيرة، على اي حاجة بقى تقدر تسميها. وحطينا عليها ايه، عسل نحل. حليتها يعني بعد ما غرفتها. حليت للي عاوز بعسل نحل، وممكن تاكليها لان انا حطيت سنة ملح يا بنات مع اللبن اللي هو الحليب. حطيت معاه سنة ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من فضلكم يا بنات
فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة والإعجاب عشان أستمر. يعني أنا يعني أنتم بعد الله سندي ودعمي يعني. من فضلك يعني لو استفدت بشيء في الفيديو من فضلك ادعميني بلايك واشتراك في القناة ودعوة حلوة ولكم بالمثل عشان نستمر عشان نكبر. يعني ده هدف للواحد إنه يقدم شيء يقدم معلومة وإن شاء الله الجديد إن شاء الله شديد بإذن الواحد الأحد. وكده بدأت برضو أقطعها يعني لفتها بطريقتين لفتها بالنشابة دي ولفتها بإيدي عادي يعني كأنها جربي حاولي يا بنات تجربي ما تخافيش من الدقيق والعجينة ادخلي بقلبك ما تخافيش. أنا مش طباخة يا بنات بالعكس أنا بحب أعمل لولادي الحاجة اللي هم بيشتوها بس لكن أنا ما بالعكس أنا دخلت المطبخ بعد ما اتجوزت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وها خلص عشانا ولا غدانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إعجاب يا بنات بالفيديو ودعوة حلوة ولكم بالمثل واستنوني بإذن الله في الجديد شديد بإذن الله. ودي المخروطة يا بنات عندنا احنا بنسميها في مصر المخروطة وفي ليبيا برضو المخروطة. انتوا بتسموها ايه بقى في الدول لو حد سمعني من الدول الجزائر الحبيب والمغرب الحبيب بتسموها عندكم ايه؟ يلا يلا بنات سلام بقى خلصنا كده بدل ما يقفل عليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم طعم كل جائع على وجه الأرض وطعم اخواتنا في غزة يا رب. طعم اخواتنا في غزة يا رب والطف بهم يا رب. الطف بهم وتولاهم يا رب. اللهم تولاهم في من توليت يا رب. اللهم اجبرنا يا رب. اللهم اجبرنا يا رب. اللهم اجبرنا جبرا يليق بجلالك وجمالك وكرمك يا رب. اللهم اطعمهم يا رب. اللهم اطعمهم وآمنهم يا رب. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. سلام.